بص بقى يا دوتي، انا عايزك تركز معايا عشان هقول لك على حاجه بيني وبينك، بس ما تقولش لحد. تودا، عمرك حسيت ان مشاعرك عامله زي النور في الشقه لما الكهرباء تقطع وترجع؟ يعني تلاقي نفسك فرحان قوي الصبح وكل حاجه ماشيه زي الفل، وبالليل فجاه الدنيا بتسود وتحس انك لوحدك ومفيش حد فاهمك، او تحب حد بطريقه عنيفه كده وتبقى عايز تعرف هو فين وبيفكر في ايه وبيفكر فيك ولا لا، وبعدين في نفس اليوم تبقى مش طايق العلاقه دي ومش عايزها، او حتى تبقى بتضحك ومبسوط وفجاه تلاقي دموعك نازله على خدك وانت مش فاهم ليه اصلا. طب الحاجات دي بتحصل معاك كتير، مش مره كده وخلاص، لا كتير لدرجه انها تبوظ لك يومك، شغلك، كل حاجه. يبقى ممكن تكون محتاج تفهم يعني ايه اضطراب اسمه بوردر لاين. بس خلي بالك، ده مش معناه ان انت كده عندك بوردر لاين، ولا يعني تروح لاصحابك وتقول لهم انا شخصيتي حديه. لا لا يا دكتور، ده تشخيص كبير وما ينفعش يجي من فيديو يوتيوب، لازم دكتور نفسي متخصص هو اللي يحدد ده، مش احنا، حتى لو الفيديو ده جامد. بس بما اننا فتحنا الموضوع، تعال اقول لك يعني ايه بوردر لاين. البوردر لاين، او زي ما بنقول عليه بالعربي اضطراب الشخصيه الحاديه، بيخلي مشاعرك ماشيه بسرعه الفور دي وانت اصلا واقف في شبكه تعبانه. يعني مشاعرك تتنقل من نقطه لنقطه وانت اصلا مش مدرك ايه اللي بيحصل، تبقى فرحان قوي وبعدين تحس انك فاضي من جوه، والتكرار ده بيخلي الشخص مش عارف هو عايز ايه ولا هو مين. تحسه شبكه كهرباء متقطعه، يوم يطفي يوم ينور، وفي النص تيجي صدمه كهربائيه. يعني تلاقيه فجأة مش عايز يمشي حد من حياته، بس في نفس الوقت ممكن يعمل تصرف يخلي الحد ده يمشي. متناقض، بس مش بإيده. ده بسبب إن المشاعر عنده بتتحرك بشكل عنيف، مش حساسية زايدة ولا حاجة. في ناس بتوصفه زي ما تكون عايش من غير جلد، أي لمسة بتوجعك، وأي حد ممكن يتصرف بطريقة مش مفهومة ممكن يهدك تماما. طب جه منين الاسم الغريب ده بوردر لاين؟ من زمان العلماء ما كانوش عارفين يصنفوه، هل هو مرض نفسي ولا اضطراب في الشخصيه، فسموه على الحديه ما بين الاثنين. وعشان كده هتلاقي ناس كتير قوي بتستخدمه غلط او حتى بتفهمه غلط، يقول لك ده يا عم شخصيته بوردر لاين، فهتلاقي عنده الحساسيه زياده شويه. بس لا، الموضوع اعمق من كده بكتير. طب الناس دي بتحس بايه؟ تعالى كده نعد مع بعض. خوف مميت من الهجر، حتى لو الهجر ده في خياله بس. علاقات زي ملاك سوبر جيت، يوم فوق ويوم تحت ومفيش فرامل. صورة الذات عندهم متكسرة، ساعات يحسوا انه سوبرمان، ساعات يحس انه دودة قصاد العالم. احساس فظيع بالفراغ، يحس ان روحه فيها حفرة سوداء. سلوك متهور، صرف بجنون، اكل بدون وعي، سواقة متهورة، يعني حاجات من العيار التقيل. ساعات بيوصل لحالات إيذاء النفس، ربنا يحفظ الجميع. يعني ممكن تحس إنه معاه اشتراك مفتوح في سيرك المشاعر. أنا عارف إن إحنا ممكن نكون شايفين نفسنا في كام عرض من دول، بس الفرق في الدرجة والاستمرارية والتأثير. يعني لو الحاجات دي مأثرة على حياتك فعلا، يبقى لازم تتحرك وتروح لدكتور. طب ايه اللي بيخلي حد يبقى كده؟ مش سبونج بوب يعني صحي الصبح لقى نفسه بوردر لاين؟ جزء منه وراثة، أهله كان عندهم مشاكل زي دي، احتمالية تزيد. جزء منه التربية، لو الطفل عاش في بيت فيه عنف وإهمال أو عدم أمان، الموضوع بيترسب جواه زي طبقات الجيولوجيا. وفي الحقيقة جزء منه بيولوجي، حرفيا عقله متركب بطريقه معينه. الدراسات بتقول ان في جزء من المخ اسمه الاميجدالا، الجزء اللي بيعالج المشاعر، بيكون حساس قوي زي طفل عايز شوكولاته ومحدش مديله شوكولاته. وكمان الفص الجبهي اللي بيهدينا وبيخلينا نفكر بعقل، ساعات بيبقى مش شغال بكفاءه. يعني الاميجدالا عماله تزمر والفص الجبهي قاعد بيحك دماغه. بالمختصر، المخ عامل حفله والدعوه عامه. وعشان اقول لك ان مفيش مستحيل، تعال احكي لك عن مارشا لينهان. مارشا كان عندها نفس الاضطراب، مش بس كده، كانت بتأذي نفسها وشايفه اصلا انها ما تستحقش تعيش. فضلت فتره في مستشفى نفسي، بس لما خرجت اتغيرت. قررت انها مش بس تعالج نفسها، لا دي هتساعد غيرها كمان. درست علم نفس واخترعت طريقه علاج اسمها العلاج الجدلي السلوكي، وده النهارده من انجح العلاجات للبوردر لاين في العالم. الفكره ببساطه انك تتقبل نفسك وفي نفس الوقت تتعلم تتغير. يعني ما تقولش لنفسك انا كده وخلاص وتقعد تجلد في ذاتك، لا، انت بتقول انا كده دلوقتي بس مش لازم افضل كده بعدين. العلاج بيعتمد على تعليم مهارات زي التحكم في المشاعر وتهدئه النفس والتعامل مع العلاقات بشكل صحي. وفي ناس مشهوره اتكلمت عن تجربتها مع بوردر لاين زي انجلينا جولي مثلا، وفي ناس على تويتر كتبت كلام شبه اللي انا قلته. بنت مثلا بتقول انها كل يوم بتمشي فيلم مختلف، مره رعب، مره كوميدي، مره دراما، وفي الاخر بتكتشف انها كانت بتضحك على نفسها. بس لما راحت للدكتور كانت اول مره تحس فيها انها مش مجنونه، وان في تفسير حقيقي للي بيحصل لها. والكويس ان في علاج وفي ناس بتتحسن. طبعا الحياه مش هتبقى وردي، بس هتبقى اهدى ومفهومه اكتر، وعلاقاتك
علاقاتك هتبقى انضج، وانت نفسك هتبقى ارحم على نفسك. فاللي انا عايز اقوله لك يا دوتي انك لو حسيت انك بتمر بحاجات شبه كده، او حتى في حد حواليك بيمر بحاجات شبه كده، ما تستناش، روح لدكتور، اسال وافهم واقرا. ومش معناه انك مش طبيعي، معناه انك محتاج مساعده، وببساطه ده الطبيعي انك تحتاج مساعده. لو عايز تبص على المصادر هتلاقيها تحت في الديسكربشن. وكده اقدر اقول لك يا دوتي ان الدوده خلص الحدوته. دودة